صالح، أعود إليك سيد جابر حرمي. نيويورك تايمز قبل أيام كانت تحدثت عن أن هناك وفق مصادر دبلوماسية مخاوف من أن لا يشمل الحل الأزمة الخليجية الإمارات تحديدا، وأن هناك شكوك في هذا الإطار إن كانت الإمارات على استعداد للانخراط في الحل الشامل للأزمة الخليجية. ما الذي يشي به هذا البيان لوزير الخارجية الكويتي في هذا الإطار تحديدا؟ تحديدا في هذا الإطار كان واضحا أن الحل سوف يكون بين الأطراف الأربعة الخليجية. نحن نتحدث هنا عن منطقة الخليج، وأن أي خطوة سوف تشمل جميع الأطراف، ولن تكون هناك دولة معلقة في هذا الجانب. المهم حقيقة نحن بعد هذه السنوات التي مرت من هذه الأزمة وهذا النزاع الذي ظهر، لابد أن تكون هناك وقفة حقيقية تقييمية لما حدث. للأسف أن مثل هذه الأزمات التي تعتري وتظهر على السطح بين منظومة مجلس التعاون الخليجي الذي سوف يحتفل بعد 4 أو 5 أشهر بعامه 40، يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية لمعالجة جذور مثل هذه المشكلة، لأننا خاصة كشعوب دفعنا أثمانا باهظة حقيقة. في هذا الإطار دكتور